السلام عليكم. سنة 2019 فرقة كايروكي نزلت ألبوم أبناء البطة السوداء. في هذا الألبوم كان فيه أغنية اسمها كان لك معايا. في هذه الأغنية كان فيه جملتين مزيكا الاتنين أحلى من بعض. الجملة الأولانية كان لك معايا أجمل حكاية في العمر كله، والجملة التانية سنين ومرت زي الثواني في حبك انت. السحلة دي مش عن كايروكي مع كامل حبنا الكايروكي وأمير قلبي عيد يعني. السحلة دي عن واحد صاحبنا. نربط الأحزمة بقى عشان السحلة دي فيها تنطيط كتير. احنا دلوقتي في الثلاثينات في القاهرة، وتحديدا في حي شبرا، في بيت مصري عادي جدا. ورب الأسرة الأستاذ عبد الحميد حمدي مدرس الطبيعة بجامعة فؤاد الأول اللي بعد كده هتبقى جامعة القاهرة، قاعد مع مجموعة من أصدقائه. فضلة خيركم كده الشيخ زكريا أحمد والأستاذ محمد القصبي قاعدين بيدندنوا ويغنوا وآخر فرفشة. حد يقول لي يا جنمش إيش لم الشامي على المغربي؟ إيه اللي جاب مدرس طبيعة في الجامعة الاتنين من قامات الموسيقى في مصر في الوقت ده؟ اقول لك اصل الاستاذ عبد الحميد ده ليه حكايه بقى قبل الطبيعه والفيزياء والهم ده كله. عبد الحميد كان غاوي مزيكا وكان بيغني وكان صوته حلو، ولكن في اللحظه المناسبه وقبل ما يتجه لاحتراف الغنى بيبعتوا باباه في بعثه لندن علشان يدرس الفيزياء. بيرجع من البعثه يتعين في الجامعه ويشتغل مع الفيزيائي المصري العبقري مصطفى مشرفه، وتتحول المزيكا لحلم بعيد مش فاضل منه غير جراموفون كبير ومجموعه من الاسطوانات الكلاسيك وبيانو كبير كان جزء من جهاز المدام الست عيشه. والست عيشه دي ليها حكايه كده هنبقى نرجع لها كمان شويه. وشويه القعدات اللي زي القعده اللي احنا قاعدين فيها دي مع اصحابه اللي سمعوا جنيه المزيكا وجري وراها. لكن الحلم ده رجع يتجدد تاني لما جاله ابنه الرابع بليغ. تعالى يا بليغ سلم على عمو زكريا. اهلا يا عمو، اهلا يا بلبل. قول لهم بقى يا بليغ عايز تطلع ايه لما تكبر؟ عايز اطلع مزيكاتي. بيقولها كده باللدغه الكيوت القمر دي ويطلع يجري والناس طبعا تضحك. صاحبنا دلوقتي عنده 6 سنين وصنن ومبقلظ والدغ، بس بيحب المزيكا زي باباه بالظبط. طول النهار لازق في الراديو، كل ما يسمع اغنيه يحفظها من اول مره. يجي مدرس البيانو عشان يعلم اخواته الكبار صفيه واسماء، فهو اللي في خلال سنه بيكون لقط منه وهما ما بيتعلموش حاجه. يدخل المدرسه يلاقي اوضه مزيكا فيها عود فيمسك العود ويحاول يتعلم عليه. وباباه راجل شواف وفاهم اللي فيها، واضح ان الجينات اللي معرفتش تعبر عن نفسها من خلاله هتعبر عن نفسها من خلال هذا الشبر ونص. يبدا الاستاذ عبد الحميد يقعد صاحبنا معاه غصب واقتدار مره كل اسبوع يسمعه اسطوانات كلاسيك. وصاحبنا مزمزق ملوش هو في المزيكا اللي بالشوكه والسكينه دي، بيحب المزيكا الشرقي، المزيكا الشعبي الهشك بشك بتاعتنا دي. لكن كورسات المزيكا الكلاسيك دي هتعلم صاحبنا حاجتين: انه يفضل بقيه حياته يسمع كل حاجه، وانه ما يبطلش يتعلم ابدا. جت على مشهد عزا في نفس البيت. صاحبنا الشبر ونص كبر الحمد لله وبقى عنده 14 سنة وقاعد مع اخواته في عزا باباهم. مات الراجل اللي كان فاهم موهبته ومقدرها ومهتم بيها من اول يوم، وساب الشيلة لخالتي ام بليغ ماما عايشة. وماما عايشة ست مثقفة عضوة في جمعية السيدات الوفديات وبتكتب شعر في سعد زغلول، وبشهادة جميع اللي شافوها وعايشوها كتلة من الحنان تمشي على قدمين. لكن كتلة الحنان دي ما كانتش هتسمح ان واحد من عيالها امله يتلف ويطلع مزيكاتي. الناس تقول عليها ايه؟ معرفتش تربي. بتقعد مع صاحبنا وبتقوله ان موضوع مزيكاتي اللي هو كان عايزه ده ما عادش ينفع، وانه لازم يسيبه من موضوع معهد الموسيقى العربية اللي كان عايز يدخله ده ويدخل كلية الحقوق ويبقى محامي افندي محترم كده. وصاحبنا دلوقتي في ورطة. من ناحية جنية المزيكا ندهته خلاص واللي شبكنا يخلصنا، ومن ناحية تانية دي ماما عايشة أكتر واحدة حبها في الدنيا وما يقدرش على زعلها أبدا. فيقول لك خلاص ندرس الحقوق الصبح وندرس المزيكا بعد الظهر في المعهد العالي للموسيقى المسرحية. وتمر السنين ونلاقي نفسنا في مبنى الإذاعة والتلفزيون سنة 1953 وصاحبنا واقف قدام الميكروفون علشان يسجل تتر برنامج إذاعي جديد اسمه ساعة لقلبك، ووراه شلة شباب كده شكلهم من سنه وشكلهم كلهم صحاب. ايه اللي جرى بقى؟ ايه اللي جابنا هنا؟ ناخد بريك سريع ونرجع نشوف، واللي لسه ما داسش على الزرار يدوس عليه. ساعة لقلبك بتقول فرفش واضحك على طول، اسمعها وغني معايا هتلقى الهم يزول. فلاش باك في مدرسة التوفيقية بتظهر شلة كده بيطلق عليها شلة الفاقدين. العيال يا حرام بتاخد السنة في سنتين وملهاش في موضوع المذاكرة والدح والدرجات ده، ولكن معجونين بالفن، غنى، مزيكا، تمثيل، أي نشاط في المدرسة راشقين فيه، والعيال موهوبة فعلا. وصاحبنا طبعا بيضم عليهم. وتقول الأسطورة إنهم من الوقت ده ابتدوا ينزلوا على خفيف كده في أفراح شعبية عشان يقلبوا رزقهم. تفوت السنين وياخدوا التوجيهية أخيرا ويتوزعوا على الكليات بين حقوق وآداب، وتتحول استعراضات النشاط المدرسي لاستعراضات على مسرح الجامعة، ويعملوا فرقة ويسموها ساعة لقلبك وتبدأ تضم عليهم ناس جديدة: فؤاد المهندس، عبد المنعم مدبولي، سوريا حلمي، خيرية أحمد، وفايدة كامل زميلة صاحبنا في كلية الحقوق اللي هيكون ليها دور محوري في مستقبله. بالمناسبة فايدة كامل ليها حكاية كده بره موضوع الفن ده خالص، ممكن نبقى نعمل لها سحلولة لوحدها. تقولوا لي يا جنش هو صاحبنا كان بيعمل ايه مع ساعة لقلبك؟ هو كان بيمثل كمان؟ اقول لكم لا، هو كان بيلحن استعراضات الفرقة دي
واحيانا يعني كانوا بيخلوه يغني، وان كان موضوع الغنى ده ما كانش لادد عليه قوي، هو من جواه عارف ان هو يعني صوته مش بطال بيعرف يعبر بيه، بس هو ملحن. التلحين هو موهبته الحقيقيه. بس الشباب لسه على قد حالهم ومعهمش فلوس يجيبوا مطرب محترف، فغني يا بليغ يغني بليغ. والمسكين اصلا بيخاف من المسرح وبيخاف من الجمهور، وقدام شويه هيبدا يخاف من الكاميرا، وياما بيعمل فيهم مقالب ويختفي في اخر لحظه عشان مش قادر يواجه الجمهور. ودي حاجه هتفضل معاه لبقيه حياته زي ما هنشوف. تمر الايام والفرقه تتشهر، وصاحبنا بيحاول يسجل في الاذاعه كملحن فيترفض، لكن بيتقبل كمطرب، فيبدا يغني اغاني من الحان ناس تانية في فقره الهواه في الاذاعه، الى ان تدخل عليه فايده كامل في يوم من الايام في مسرح الجامعه، تلاقيه حاضن العود وقاعد يدندن حاجه كده. في الوقت ده فايده كامل كانت الوحيده اللي يعرفها اللي مطربه محترفه مسجله في الاذاعه على انها مطربه. بتقول يا بلبل سمعني كده، ليه قال لي قابلني وفاتني لوحدي وراح ولا جاني ليه. فايده بتسمع الاغنيه بتشبط، انا عايزه اخدها واغنيها. خديها. وتغني فايده الاغنيه وتحقق نجاح كبير، وتبدا تتذاع على الراديو، والناس تبدا تاخد بالها ان في واد مزيكاتي جديد، واضح كده ان في فكره في موضوع. اغنيه فايده حطته على رادار اكتر من شخص، يمكن اهمهم كان عبد الحليم حافظ اللي هيغير مصير صاحبنا الفني والعاطفي بغنوه واحده. كان صاحبنا شغال مع صديقه الشاعر اسماعيل الحبروك على اغنيه تخنوه، والمفروض ان الاغنيه كانت هتروح للست ليلى مراد، لكن يشاء السميع العليم ان عبد الحليم يسمعها او المنتج سمير رمسيس في روايات تانية يسمعها. المهم ان اللي سمعها شبط فيها وقرر انه عايزها لعبد الحليم في فيلم الوساده الخاليه. ليلى مراد طبعا هانم، فبتتكسف تقول لا وتسيبها له، بتروح الاغنيه لعبد الحليم، تسجل فعلا في فيلم الوساده الخاليه وبتكسر الدنيا. دي بتبقى انطلاقه حقيقيه لصاحبنا في عالم التلحين، بعدها بيتقبل كملحن في الاذاعه، وبكده يبقى رسميا حقق حلم الطفوله وبقى مزيكاتي. لكن في نفس الوقت بعيد عن القاهره، في احدى سينمات باريس او يمكن بيروت او يمكن دمشق، كان في بنت جزائريه كتكوته يمكن عندها 16 سنه قاعده بتتفرج على فيلم الوساده الخاليه. اول ما بتسمع اغنيه تخنوه بتتوهم باللحن، وبتقرر انها هتتجوز الولد اللي عمل اللحن ده. البنت دي تبقى الفتاه ورده قبل ما تيجي مصر وتبقى ورده الجزائريه. لكن في القاهرة الولد اللي لحن الأغنية دي كان يا حرام متدهول على عينه في قصة حب تانية خالص. ماريا بنت الجيران اليونانية حبه الأول سافرت ورجعت مع أهلها على اليونان، واتسحول صاحبنا في فوضى ما بعد البريك ابس، وكعادته اللي هتفضل ملازماه بقية حياته تقريبا هيفش غله في المزيكا. هو كده يحب يعمل مزيكا، يفركش يعمل مزيكا، فتطلع عصارة أحزانه المشخلعة في أغنية خسارة خسارة بتاعت عبد الحليم. ايوه هي اللي جاي زي هياخد الانترو بتاعتها ويعمل منها اغنيه بيج بيمبينج، واهل بليغ يرفعوا عليه قضيه وتبقى بوليك. بعدها بيعمل لشاديه مكسوفه منك، ايوه اللي خالتي قطاطه كانت بتغنيها في عوكه. تبدا اغانيه تتشهر ويبدا يتعرف في الوسط الفني، وعلاقاته توسع لحد ما في يوم من الايام بيكلمه صديقه الصحفي كامل الشناوي، اخو صاحبه الشاعر الغنائي مأمون الشناوي. كامل الشناوي غير كمال الشناوي خالص. كامل الشناوي ده صحفي وراجل مثقف وواسع الاطلاع، وكان مؤمن جدا بموهبه بليغ، فقرر ان هو يتبناه. خد يا ابني اقرا شعر، اقرا كتب، افهم الدنيا كده علشان تكبر وتركز. ازيك يا بلبل عامل ايه؟ ازيك يا استاذ كامل؟ في واحد حبيبك عايز يشوفك. مين؟ تعالى وانت تعرف. فيروح صاحبنا عشان يلاقي مين؟ محمد فوزي بذات نفسه. فوزي في الوقت ده ما كانش مجرد ملحن ومغني وممثل وبس، ده كان مالك اول شركه انتاج موسيقي واسطوانات مصريه، شركه مصر فون. وبالمناسبه اللي ما شافش حلقه الدحيح عن محمد فوزي فايتاه. بيتعرف صاحبنا على فوزي والاتنين بيرغوا شويه، فوزي بيحكي له عن نفسه عن حياته، وطبعا بتيجي سيره الحب، فصاحبنا بيفتح في العياط زي العيال الصغيره وبيحكي له عن موضوع ماريا. وفوزي بيصعب عليه الواد، يا خرابي ده انت عصفور خالص، لا انشف معانا كده شويه. وبين مساحه بين التعاطف مع المحب المعذب والاعجاب بالملحن العبقري بتنشا صداقه بين صاحبنا وبين محمد فوزي، فتقود صاحبنا لذروه انطلاقه زي ما هنشوف. فلاش باك لسهره ما بعد انطلاقه تخنوه. صاحبنا دلوقتي معروف في الوسط الفني بانه هذا الملحن الشاب العبقري اللي بيعمل جمل موسيقيه شديده الجمال، عبد الوهاب نفسه بينفسن منها، ومش لاقي لها اي تفسير غير ان الموضوع وحي الهي، ما هو اكيد مفيش حد بالعبقريه دي. قاعد صاحبنا مع الموسيقار محمد الموجي والموسيقار كمال الطويل، والاثنين عمالقه في التلحين في الوقت ده، والاثنين اشتغلوا مع ام كلثوم. حد فيهم بيساله هو انت ايه طموحك في المزيكا يا بليغ؟ فبيقول لهم بمنتهى العفويه والانطلاق انا طموحي ملوش حدود. فالناس بتضحك وبتقول له ايه يعني عايز تلحن للست؟ ويضحك الجميع ويتكبس صاحبنا يا حرام، لكن القدر كان ليه رأي تاني. بعدها بكام شهر قاعد صاحبنا مع صديقه الجديد وابوه الروحي محمد فوزي شغال على ايه يا بلبل ما تسمعني كده، فبيمسك صاحبنا العود ويبدا يدندن لحن اغنيه انساك يا سلام انساك ده كلام. فوزي بيسمع اللحن بتاع صاحبنا فبيتمزج منه خالص وبيقرر حاجه كده. فلاش باك قبلها بحبه كانت الست ام كلثوم بتكلم محمد فوزي وبتقول له بقول لك ايه، احنا مش هنشتغل مع بعض بقى؟ الواد مأمون الشناوي كان كاتب اغنيه كده عايزاك تلحنها لي.
يبدأ فوزي يشتغل على اللحن لحد ما يكتشف ان بليغ بالصدفة كان شغال عليه هو كمان، وان اللحن بتاع بليغ لو هنتكلم كفنيين يعني احلى من اللحن بتاعه. يعمل ايه بقى فوزي؟ يسرق اللحن بتاعه؟ فشل. يقول له ان هو كان متفق مع ام كلثوم على انه يشتغل على نفس الاغنية علشان يتكسف ويسيبها له، برضه فشل. يروح للست ويقول لها انه اكتشف بالصدفة ان بليغ الواد ده بتاع تخنوه شغال على لحن لنفس الاغنية بتاعت مأمون الشناوي، وانا عايزك تسمعيه بس ما تجيبيلوش سيره علشان لو عرف هيتكسف ويمكن ما يرضاش يشتغل. وتوافق ام كلثوم والاتنين يكلفتوا صاحبنا كلفوته كده. يكلموا محمد فوزي بعدها: دبرني يا وزير، خير يا جلاله السلطان، ام كلثوم عايزه تشتغل معايا. يا الف نهار ابيض، ده خبر بمليون جنيه. استنى بس، انا اصلي ماليش في الاغاني الطويله دي، انا ميال للاغاني القصيره وشايف ان هي دي المستقبل، وانا يعني كنت كلمتها عنك ومظبط لكم قاعده انتوا الاثنين في بيت الدكتور زكي سويدان الخميس الجاي. وتقول الاسطوره ان صاحبنا قبل الميعاد كان مزاجه زي الزفت. ما تفهموش بقى نوبه من نوبات اريافه ما بعد البريك اب ولا متسحول في قصه حب جديده، المهم ان هو ملوش مزاج لا يلعب مزيكا ولا يتسلطن ولا محضر حاجه، ولو اتساب لنفسه هيفكه من ميعاد ام كلثوم ده ويهرب على اسكندريه زي ما بيعمل في العاده. بس دي الست ام كلثوم برضه ما ينفعش يعمل معاها كده، على الاقل مش في الاول. بيوصل صاحبنا ميعاده عند الدكتور زكي سويدان، وبعد السلامات والارتباكات ما تسمعنا يا ابني حاجه، فبيمسك العود واول حاجه بتيجي في دماغه لحن كان عامله المونولوج كده مألفه صديقه الشاعر عبد الوهاب محمد: حب ايه اللي انت جاي تقول عليه، انت عارف قبل معنى الحب ايه. والمفروض ان المونولوج ده كان هيروح لسوريا حلمي زميلتهم في فرقه ساعه القلب. ام كلثوم بتسمع الولد فبتتسلطن لدرجه انها بتنزل تقعد جنبه على الارض وتبص لفوزي بصه كده اللي هو خلاص يا ابني اشتريت. وهكذا يكون محمد فوزي سبب في تعارف صاحبنا بالست، وبيتكون واحد من انجح الثنائيات في تاريخ الموسيقى العربيه. ينقل صاحبنا من بيت مامته في شبرا لشقه صغيره كده في الزمالك في اخر الشارع اللي ساكنه فيه الست علشان يبقى قريب منها وما يتاخرش على البروفات كالعاده، وتتطور علاقتهم من مجرد مطربه كان بيحلم ان هو يلحن لها لحاجه كده بين الصداقه والامومه. وزي اي ام بتشوف ابنها مدهول وامره وفرطه وعمال يتنطط كده ومش راسي، بتبدا ام كلثوم تزن عليه انه يتجوز ويجيب له عيل ويركز شويه كده. لكن اللي ما كانتش تعرفه ان صاحبنا والله اعلم كده يظهر انه وقع على بوزه تاني، وان سهم الحب المره دي طلع له من اسطوانه جايله من لبنان. يا مروح لبلاد سلم لي عليهم، قتلني البعاد متوحش ليه. لو احنا في اسطوره اغريقيه دلوقتي فده المشهد اللي كيوبيد بيميل فيه على فينوس ويقول لها: بقول لك ايه، ما تيجي نضحك شويه، ايه رايك اوقع لك الجدع ده في حب واحده عمره ما شافها قبل كده. قاعد صاحبنا في يوم عادي من ايام ربنا وداخل عليه صديقه انور منسي عازف الكمان العبقري. انور لسه راجع من لبنان معاه مجموعه من الاسطوانات متسجل عليها حفلات وتسجيلات لاصوات عربيه شاب، بيطلع واحده فيهم وبيديها لصاحبنا: اسمع دي هتعجبك. وصاحبنا زي ما اتعلم من باباه بيسمع كل حاجه، بيشغل الاسطوانه فبيطلع له صوت طفولي شويه كده حاد وحراق بيغني اغنيه يا ظالمني لام كلثوم. اوبا، ايه ده بقى؟ ايه عندك اسطوانات تانية لنفس البنت؟ يفضل صاحبنا يفرك ويسال لحد ما تقع في ايده اسطوانه يا مروح لبلاد للفتاه ورده، البنت اللي كانت بتغني يا ظالمنا. ويفضل صاحبنا يسمع فيها لحد ما يتاكد انه وقع في حب البنت دي من غير ما يشوفها. وكيوبيد طبعا قاعد فوق مقلوب على ظهره من الضحك. والظاهر كده ان اخونا بشار بن برد كان عنده حق فعلا، الاذن تعشق قبل العين احيانا. وتفضل القصه اون هولد لحد ما ربنا يأذن باللقا سنه 1959. وهنا خلينا نطلع بره الحكايه ونبص بس على السياق. فاكرين السياق بيقول ان في الفتره دي بعد ثوره يوليو 52 الرئيس جمال عبد الناصر كان مهتم جدا بفكره العروبه والقوميه العربيه ومساعده الشعوب العربيه على التحرر من الاستعمار الاجنبي. من هنا ظهرت فكره اذاعه صوت العرب سنه 1953. الهدف من الإذاعة دي كان بث أخبار وخطابات تساعد الثوار في الوطن العربي كله وتعرفهم إن مصر معاهم وإنهم مش لوحدهم، وتشجعهم على التمرد ضد الاستعمار، وتعرفهم تجارب الشعوب التانية مع المستعمر، وتخلق جوه كل مواطن عربي إحساس إننا جزء من كيان واحد وأبناء تجربة واحدة وألمنا واحد. مثلا بعد شهر ونص بس شنت إذاعة صوت العرب حملة على السلطات الفرنسية علشان عزلت السلطان محمد الخامس سلطان المغرب، والشعوب العربية تجاوبت مع الحملة دي، وابتدى التصاعد من الأحداث كده انتهى في الآخر برفع الحماية الفرنسية من على المغرب. نفس الكلام ده كان بيوجه للثوار في تونس وفي الجزائر وفي اليمن وفي العراق. ولأن المزيكا واحدة من أهم أدوات ما يعرف بالقوة الناعمة، والقوة الناعمة هي تغيير وعي الشعوب وثقافتهم من غير عنف ولا خطب، بالفن والثقافة والمزيكا بس. بتبدأ إذاعة صوت العرب تفسح المجال لمواهب شابة من الوطن العربي، فتبعت دعوة للفتاة وردة: لا ده تحيا الوحدة العربية بقى،
كت على حفلة استقبال وردة في القاهرة بعد ما جت، والظاهر ان صاحبنا في الفترة دي كان خد بنصيحة محمد فوزي وتحول لدون جوان وكل يوم مع بنت شكل وداوني بالتي كانت هي الداء. لكن الحقيقة ان اللحظة دي كانت حلم بيتحقق بالنسبة لصاحبنا لدرجة انه بيرتبك وما بيبقاش عارف يقول لها ايه، فبيروح يقف جنبها ويدندن اغنية يا مروح لبلاد اللي كان سمعها في الاسطوانة. ايه ده انت حفظتها؟ يا لهوي ده انا بسمعها كل يوم. انت تعرف ان انا كمان عارفاك؟ ايه ده بجد؟ سمعت تخنوه لما دخلت فيلم الوسادة الخالية وقررت ان انا اتجوز الولد اللي لحن الاغنيه دي. ايه ده وش كده؟ واو. وراح صاحبنا في شربة ميه. بتبدأ قصة الحب دي تتطور بالتدريج، خصوصا بعد ما وردة بتقعد في مصر علشان تعمل دورها في فيلم ألمظ وعبده الحمودي. بيبدأ الاتنين يشتغلوا مع بعض على أغنية يا نخلتين في العلالي وأحبك فوق ما تتصور. ده كان أول تعاون بين صاحبنا وصاحبتنا. وشوية شوية البروفات تقلب خروجات والخروجات تقلب سهرات، والرفاق حائرون بيتفرجوا يضربوا كف بكف. بقى هو ده بليغ اللي كان كل يوم مع واحدة شكل؟ كامل الشناوي بيشوفه كده فبيقول بليغ المرة دي شكله بيحب بجد. لكن عبد الحليم بيقول يا جماعة بليغ بيحب في اليوم 3 مرات. حتى يعني لو بيحب المرة دي هيقعد يتعذب له شوية وهيعمل كام لحن حلوين واحنا هنطلع بحكاية زي حكاية روميو وجولييت. بيزعل صاحبنا من عبد الحليم وتشكيكه في مشاعره وبيخصمه وبيروح للبنت يطلب منها الجواز. ونرجع من البريك نشوف قالت ايه. حكاية الحب 101. في كل حكاية لازم الشاطر يبقى قدامه عقبة كده يتجاوزها علشان يوصل للأميرة. العقبة دي في حكاية بليغ ووردة كانت أهل وردة وتحديدا أخوها حميدو. وردة كانت من أسرة محافظة، طبعا صاحبنا ما دخلش ذمتهم بمليم. سهر كتير، شرب كتير، تنطيط كتير، مش راكز كده، مش ده اللي نديله بنتنا. ولهذا بترفض وردة الجواز منه. ارحل يا حبيبي حبيبي أهلي ما يردون، وترجع فجأة مع أهلها على الجزائر وتتعاد مأساة ماريا تاني طبق الأصل العلقة اللي فاتت. وزي المرة اللي فاتت صاحبنا يتهز هزة عاطفية كبيرة ويحاول يتجاوزها بحاجتين. أول حاجة الناس، سوشيالايزنج كتير، صداقات كتير، ريباوندات كتير، يتجوز جوازة سريعة ما تكملش سنة ويتطلق، يخش في علاقة مع سامية جمال ويسيبها في آخر لحظة، يخش في علاقة حب مع إيش بنت محمد عبد الوهاب ويتراجع عن الجواز في آخر لحظة. والحاجة التانية والأهم المزيكا. وواضح إن عبد الحليم السوسة كان عنده بعد نظر لما قال إن إحنا هنطلع من الحكاية دي بكام لحن حلوين. صاحبنا بيحول المأساة العاطفية لعبقرية موسيقية، بيدلدق مزيكا زي ما أصحابه كانوا بيقولوا عليه. يبدأ يلعب ويصهلل، يشتغل مع عبد الحليم والأبنودي فيطلعوا سواح، على حسب وداد قلبي، التوبة. بعدين ياخد الأبنودي ويشتغل مع محمد رشدي ويعملوا ثورة في الأغنية الشعبية، خصوصا إن رشدي على كلام بليغ نفسه فلاح، صوته مصري شعبي أصيل، خامة صوته ممتازة للأغنية الشعبية مش زي عبد الحليم. فيطلعوا مع بعض كذا أغنية تكسر الدنيا، يمكن أهمهم كانت عدوية. يشتغل مع نجاة، يشتغل مع شادية، غير طبعا شغله اللي لسه مكمل مع الست. بيعمل الست مجموعة من أروع أغانيها، والست نفسها بتبدأ تثق فيه وبتسمح له بشطحات فنية بعيدة جدا عن أسلوبها العادي، واللي في الوقت ده بتكون مناسبة جدا للذوق العام، لأن الذوق العام من بعد ثورة يوليو كان بيحتفي بالشعب وبكل ما هو شعبي. وأم كلثوم عشان ست ذكية فهمت ده وعرفت ان بليغ هيعرف يوصلها اللي هي عايزاه. وغنى البهوات والبشوات خلاص راح، عايزين جمل خفيفه رشيقه شعبيه حنينه على الودن. وخصوصا ان الولد كان فاهم مش بيهبل. يمكن ده يبان قوي في كميه اللعب اللي لعبه في مقدمه سيره الحب او مقدمه الف ليله وليله مثلا. يدخل ساكسفون واكورديون وجيتار ويطوعهم علشان يطلع منهم لحن شرقي اصيل، لان صاحبنا مقتنع ان مفيش حاجه اسمها آلة شرقيه وآلة غربيه، كل آلة ممكن تتطوع ويطلع منها لحن شرقي. يتحول صاحبنا من ملحن شاب عبقري لأمل مصر في الموسيقى زي ما وصفه صديقه كامل الشناوي، وبعد كده استخدم عبد الحليم نفس الوصف في واحدة من حفلاته. ومع ازدهاره الفني ده توصل المسألة انه يبدأ يختار هو هيلحن ايه ومش هيلحن ايه، ويرفض ألحان للست نفسها. تتعرض عليه مثلا أغنية هسيبك للزمن فيسمع الكلمات ويقول هو معقول حبيبي يكلم حبيبه بالقسوة دي؟ في حبيب يقول لحبيبه هسيبك بالزمن؟ مش لاعب. ده يدينا فكرة عن صاحبنا كان بيختار ازاي، يا اما هو حاسس بالحاجة ومصدق فيها، يا اما الله الغني. وده نفس المبدأ اللي هيخليه يرفض اغاني وطنية كتير بتمجد في عبد الناصر، لانه مقتنع ان مصر اكبر من الاشخاص، اكبر من زعيم او نظام. مصر هي الناس وتاريخهم، فاحنا يا نغني للناس يا ملوش لازمة. يشبه في ده استاذه محمد فوزي، إلى أن تيجي نكسة 67. جابت شرخ كبير في علاقة الشعب بالنظام، أحلام كبيرة وعود عملاقة وانتصارات وهمية، وتفوق الناس على هزيمة مزرية، وتدخل البلد في حالة من الصمت. محدش ليه نفس يشتغل ومحدش ليه عين يغني، كله حاسس بالخديعة. لكن صاحبنا كان لسه عنده عين يغني، لأنه من الأول شايف إن مصر أكبر من اللي بيحصل دلوقتي أيا كان هو إيه. الأغاني اللي بليغ عملها وقت النكسة زي عدى النهار والمسيح، الاتنين كانوا مع عبد الرحمن الأبنودي وعبد الحليم، تقول لنا الشخص ده كان شايف البلد ازاي. يطلع بليغ من الأغنية الشعبية العاطفية ويلحن ألحان هي أقرب للملحمية العسكرية والشجن المصري الأصيل.
نعترف بالهزيمة لأن كفاية تضليل لحد كده اللي حاصل من شوية، لكن في نفس الوقت نفكر الناس إن اللي حاصل ده أيا كان إحنا أكبر منه، وأكبر من فشل القيادات، وأكبر من تضليل الإعلام. بعدها بكام سنة في قعدة صفا مع شادية والشاعر محمد حمزة، بيقول بليغ في نص الكلام كده: يا حبيبتي يا مصر. وواضح ان الطريقه اللي قال بيها الجمله دي الهمت محمد حمزه، فالف اغنيه يا حبيبتي يا مصر ولحنها بليغ وغنتها شاديه. دي اللي هتبقى الاغنيه الرسميه لاحتفالاتنا كلها بعد كده. وبعيدا عن مصر، مشروع مع ام كلثوم طبعا مكمل، وفي مساحات اوسع للعب والاكتشاف. تنزل له فات الميعاد، بعيد عنك، وطبعا الحب كله. بالمناسبه الحب كله دي لما ام كلثوم سمعت الايقاع اللي هو عامله للدخله بتاعتها، قامت حضنته ورقته بايه الكرسي، وتنبأت له انه هيبقى اجمد من عبد الوهاب ومن عمه رياض السنباطي كمان. وتخلص الستينات وتدخل السبعينات، وصاحبنا عدى من مرحلة أمل مصر في الموسيقى لمرحلة الأستاذ بليغ حمدي، الشخص اللي بيكتشف المواهب. واحد من أهم اكتشافات بليغ حمدي في الفترة دي كانت عفاف راضي، بنوتة كتكوتة بتدرس في الكونسرفاتوار وبتحضر ماجستير، صوتها أوبرالي حاد عالي جدا، محدش عارف يستخدمه ازاي، غير ان هي نفسها انتروفيرت ومش عارفه تتعامل مع الناس في الوسط الفني. وزي استاذه محمد فوزي من قبله، لما بيسمع صوت عفاف راضي بيعرف على طول ان في حاجه هنا، فبيبتدوا يشتغلوا مع بعض على اغاني شعبيه برضه. يبتدوا مع بعض بردوا السلام، اغنيه بديعه بالمناسبه، ويعملوا بعدها مجموعه من الاغاني من اجمل ما غنت عفاف راضي. بس السبعينات هتحمل لبليغ حدث تاني غايه في الاهميه: ورده هترجع. وخلينا هنا نسيب الحكايه ونبص على السياق. والسياق بيقول إن سنة 1972 الجزائر كانت بتحتفل بالذكرى العاشرة لاستقلالها، وطبعا لازم احتفالات تليق بمناسبة بالحجم ده، ولازم مواهب جزائرية تليق بالحدث. ويشاء السميع العليم إن الرئيس الجزائري وقتها هواري بوميديان كان بيحب صوت وردة، فبيستأذن من جوزها اللي كان مستشاره العسكري إنه يسمح لها ترجع للغنى تاني. ويستقر الرأي على السنباطي علشان يلحن الغنوة اللي المفروض هي تغنيها، لكن السنباطي لسبب أو لآخر بيعتذر. ومين بيروح بداله بقى؟ صاحبنا. الحب عدنا للمنى، عدنا لأفراح البشاير، عدنا لنرعى عشنا لظل تحرير الجزائر. خلال فترة الغياب دي بليغ كان بيستوك من وقت للتاني، بيعرف أخبارها من الجرايد والمجلات، بيعرف إنها اتجوزت، خلفت طفل في التاني، اعتزلت الغنى تماما. من وقت للتاني كده بينكشها بمكالمة، بجواب، يلغيها بلحن ولا بغنوة، يبعت لها ام كلثوم بجلاله قدرها مرسال لما بيزن عليها تغني اغنيه بعيد عنك في حفله تونس علشان عارف انها هتبقى موجوده وهتسمعها. وطبعا ام كلثوم لما عرفت انه عملها كوبري قلبت الدنيا وفضلت مخاصماه 3 اسابيع، خصوصا انها ما كانتش بتستظرف ورده، لكن رجعت صالحته بعدها لان ابننا، هنعمل ايه يعني. بيسافر صاحبنا على الجزائر وبيلحن اغنيه عيد الاستقلال، وبيقنعها انها ترجع معاه على مصر لما بيسمعها اغنيه العيون السود، واحده من اشهر واجمل اغانيهم مع بعض. تطلق ورده من جوزها وبترجع معاه، وبتكتمل قصه الحب دي بعد 9 سنين من الفراق، واخيرا بيتجوزوا في بيت نجوى فؤاد، وبيضحك عبد الحليم وبيقول له ادينا جوزناك ورده يا عم، اهدى بقى. بس على راي امل دنقل، متى القلب في الخفقان اطمئن. سنة أولى جواز بتعدي على خير، وبيحتفلوا بالانيفرساري بتاعتهم، وبعدها بكام أسبوع كده بيحتفلوا هما الاتنين بعيد ميلاد صاحبنا في مبنى الإذاعة المصرية عشان يسجلوا أغنيتين: بسم الله الله أكبر بسم الله، وعلى الربابة بغني، الأغنيتين الرسميتين لنصر أكتوبر. صاحبنا يا عيني كان الطرف الأكثر حماسة، أول ما بيسمع خبر العبور بياخد وردة وبيجري على صاحبه الشاعر عبد الرحيم منصور، وبيطلعوا على مبنى الإذاعة: إحنا لازم نعمل أغنية بمناسبة اللي بيحصل ده. يا ابني احنا في حالة حرب والإذاعة مقفولة، ماليش دعوة. بيفضل معتصم هناك لحد ما بيسيبوه يدخل، بيلحن الأغنية على السلم بعد ما بيكون عبد الرحيم منصور كتبها. طب احنا معناش فلوس ننتج لك أغاني، هدفع من جيبي. طب احنا في حظر دلوقتي مش هنعرف نجيب لك كورال. فصاحبنا بيلم السعاة وعمال البوفيه اللي موجودين في الإذاعة، وبيقعد طول اليوم يحفظهم اللحن، وعلى فجر يوم 7 أكتوبر بيكون خلص تلحين بسم الله الله أكبر بسم الله وبيسجلها، وتتذاع الأغنية يوم عيد ميلاده، ووراها على طول تتسجل على الربابة بغني. ولكن في السنين اللي بعدها الدنيا بتبدأ تتوتر بالتدريج. من ناحية فنية، وردة متجوزة أشطر ملحن في مصر، شخص بيقال عليه إنه قعد عبد الوهاب نفسه في البيت، والراجل فعلا متحمس ليها ومؤمن بموهبتها، واشتغل معاها مجموعة من أجمل أغانيها، كفاية بس أغاني فيلم يا ليل يا زمن زي حنين وليالينا. بس علاقته بتبدأ تتوتر بشادية، وبتبدأ تتوتر بنجاة، وبتبدأ تتوتر حتى بعبد الحليم. أما على الجانب الشخصي فخلينا نعترف إن صاحبنا مش سهل، كل يوم سهرات وعزومات وناس في البيت، وفجأة أنا مسافر، هوب أنا إيش هنا، ملوش مواعيد، وصحباته كتير، والصحافة ما بتتوصاش، كل ما يبدأ يشتغل مع مطربة شابة يقولوا إن في بينهم حاجة.
فكان لازم الجوازة تنتهي وبيتم الطلاق بالفعل سنة 1979، وتبدأ موجة جديدة من الفوضى في حياة صاحبنا. في الوقت ده صاحبنا كان داخل على 50 سنة، أعظم ملحن موجود في الوقت ده، وصل لمكانة موسيقية ونجاح جماهيري محدش وصلهم قبل كده يمكن من ساعة سيد درويش. والمزيكا طبعا كانت مخرجه الأساسي من أزمة ما بعد الانفصال، ومازال مكمل في اكتشاف المواهب الجديدة. في الفترة دي بيطلع ناس زي ميادة الحناوي، سميرة سعيد، لطيفة، محمد الحلو اللي بيلحن له أشكي مين اللي بعد كده هتروح لمحمد منير، علي الحجار اللي بيتحمس لموهبته جدا وبيعمل له على قد ما حبينا وبعد كده يرجع يشتغل معاه في بوابة الحلواني، أجمل لحن اتعمل لأي بلد في رأيي. بيرجع للمسرح تاني فبيلحن مسرحية رايا وسكينة، أغاني زي حبك جننا يا اسمك إيه وإشاعات ويا بنات اسكندرية. لكن على الجانب الاجتماعي صاحبنا لسه بوهيمي ولسه مصر يمشي بدماغه، البيت مفتوح طول الوقت، ما بيقولش لحد لأ، ناس داخلة وناس خارجة وناس بايتة، مفيش باوندريز لحد سنة 1984، الحادث المشؤوم بتاع انتحار سميرة مليان من شقته. ولمدة سنة بيفضل صاحبنا معكوك في القضية بتاعت سميرة مليان دي، بيحاول يهرب للمزيكا كالعادة، بس الموضوع كان صعب جدا. بيتعمل فيلم في منتهى الرداءة اسمه مقتل سميرة، وبيتعرض في دار السينما اللي قدام شقته بالظبط، فالناس تطلع من الفيلم تعدي تحت عمارته وتقف تسأل هو ايه اللي حصل وحصل ازاي، وكأن في انتقام من كل النجاح اللي حققه في الفترة اللي فاتت. ومع الكراهية والقسوة الغريبة اللي لقاها من الناس اللي كان عايش طول حياته تقريبا يغني لهم، ومع تدهور صحته وإصابته بالالتهاب الكبدي الوبائي، بيسافر صاحبنا على باريس، وهناك بيعرف ان اتحكم عليه بسنة مع النفاذ. بودعك بودعك وبودع الدنيا معك. المرحلة دي هي المرحلة الأسوأ على الإطلاق في حكاية صاحبنا. 5 سنين قعدهم في الغربة اغتالوه نفسيا، قاعد هناك بعيد عن كل الناس اللي بيحبها، الصحاب اللي كان فاتح لهم حياته وبيته ابتدوا يبعدوا عنه، وجزء منه أصلا ما كانش لسه تعافى من أزمة وردة. ومع ذلك كذا دولة عربية تبعت تعرض عليه باسبورات ويرفض، كذا حد يحاول يتوسط علشان يطلع له عفو رئاسي ويرفض برضه. عفو ايه؟ انا ما عملتش حاجة، انا عايز اسمي اللي اتمرمط ده يتبرأ وارجع بلدنا رافع راسي. المزيكا طبعا لسه موجودة، واصحابه اللي بجد بيسافروا له من وقت للتاني، والمواهب الشابة بتسافر له باريس وبتحاول تاخد ألحانه. مصطفى قمر مثلا بيسافر له باريس وهو لسه في بداياته خالص عشان يستأذنه في أغنية بنلف نلف. بالمناسبة الأغنية دي ليها حكاية بقى. الأغنية دي بعد موت عبد الحليم على طول، صاحبنا دخل أوضته وفضل قافل على نفسه يومين وطلع كاتبها وملحنها، وكذا حد غناها، سميرة سعيد ووردة نفسها، وأخيرا مصطفى قمر اللي حطها في فيلم البطل. في كام لحن بيجوله من الهوا زي ما الألحان كانت بتجيله زمان. في دماغه فكرة شقية مجنونة عن أوبرا عن إخناتون، جات له لما قرأ رواية العائش في الحقيقة بتاعة حبيبه نجيب محفوظ. فاكرين سحرات العائش في الحقيقة؟ اللي لسه ما اتفرجش عليها يتفرج عليها. لكن في حاجة ما بقتش زي زمان، خلاص مفيش طاقة. فين بعد 5 سنين بحالهم بتتفتح القضية تاني وبيتبرأ صاحبنا من التهمة العرة دي. لكن إن أعادوا لك المقاهي القديمة فمن يعيد لك الرفاق، ومن يعيد لك إحساس إن أنت في بلدك آمن ومطمن والناس بتحترمك. بيرجع بليغ لحكم البراءة سنة 1989، لكن صحته بتكون اتدهورت خالص وبيفارقنا سنة 1993، سايب وراه حوالي 1500 لحن جميل وأصيل وشبهنا. احنا دلوقتي في ميدان التحرير في فبراير 2011. البلد كلها تقريبا في الميدان وكله كاتم نفسه من ساعة ما اتقال ان مبارك هيطلع يلقي خطاب النهارده. اخيرا يقول مبارك خطاب التنحي والشباب في الميدان بتحتفل، اما في التلفزيون فصاحبنا كان بيعمل لنا باي باي من فوق في اغنية يا بلادي يا بلادي انا بحبك يا بلادي. الجزء الاول في الاغنيه دي اللي كلنا كل ما بنقعد نسمعه وبنعيط ونفتكر الشهداء، كان في الحقيقه من تلحين صاحبنا. غنوه كان عاملها من كلمات فؤاد حداد عن اللي حصل في مجزره بحر البقر، اتعرضت في فيلم العمر لحظه. ويمكن ده يقول ان مزيكه صاحبنا هتفضل عايشه بشكل او باخر. السنه دي نزلت روايه لبلال علاء اسمها عما نتحدث حين نتحدث عن الصداقه، روايه جميله بالمناسبه. بس عنوان الروايه يخلينا نفكر كده، هو احنا بنقصد ايه لما نقول على واحد صاحبنا؟ انا بالنسبه لي علشان اقول على حد صاحبي فالشخص ده دايما موجود ودايما قادر يفهمني ودايما عنده حاجه يقولها ايا كنت انا حاسه بايه. ده اللي بيخليني اقول ان بليغ صاحبنا، هو طول الوقت موجود. لو ما بتحبش ام كلثوم هتلاقيه مع ورده، لو ما بتحبش نجاة هتلاقيه مع شاديه، لو ما بتحبش فايزه احمد فمعاك حق الصراحه بس هتلاقيه مع ناس تانية كتير، ولو ما بتسمعش قديم هتلاقيه ناطط من اغنيه اتالفت وقت الثوره، او في اغنيه كايروكي في 2019، او في كفر لاشكي لمين نزل في الفيل الازرق. اقروا الفاتحه لصاحبنا وقولوا لي ايه اكتر اغنيه بتحبوها ليه، ولو عجبتكم السحله دي لايك
شيروا واسحلوا اصحابكم، وللمزيد من السحلات في زرار ما دوسوا عليه.